السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح مع بعض صوت الأو الطويل اللونج أو. شرحنا قبل كده اللونج A واللونج E موجودين على القناة. هنشرح النهاردة اللونج أو. صوت الأو الطويل إن أنا أقول الأو باسمه أو. هندرس كام حالة؟ هندرس 3 حالات. دي الحالة الأولى، الثانية، الثالثة. الحالة الأولى هي الحالة الثابتة اللي موجودة في كل الأصوات المتحركة، إن أنا يكون عندي حرف متحرك بعدين حرف ساكن consonant بعدين حرف الإي السحرية هتخلي صوت الحرف المتحرك طويل. يعني هنا مثلا عندي home صوت الأو هنا طويل، وقلنا صوت طويل يعني أنا بنطق الحرف المتحرك باسمه، بقوله باسمه جوه الكلمة. هو اسمه أو، مسموش الحاجة التانية اللي احنا معظمنا بنقولها. اسمه أو. هنا عندنا عظام بون الإي دي سايلنت مش هنطقها. روب، ما يهمنيش معنى الكلمة، اللي يهمني إن أنا أتعلم إيه؟ أقرأ الكلمة دي. نوت كون hope zone. قلنا لما يكون عندي حرف جي بتخيل ان في قبله دي صغيرة. joke. الحالة التانية لما يكون عندي او اي جايين ورا بعض. احنا قلنا في قاعدة بتقول لما يكون عندي حرفين متحركين جايين ورا بعض بنطق الاولاني باسمه والتاني مش بنطقه. يعني الاولاني هقوله باسمه والتاني مش هنطقه. خدناها في قاعدة الاي اي. قلنا عندنا الاي هي اللي هنطقها باسمها والاي هتكون سايلنت. وخدناها برضو في قاعدة الاي اي. الاي اللي هتكون طويلة والاي كانت سايلنت. ده في صوت الاي الطويل وده كان في صوت الاي الطويل. بوت كوت جوت رود soap toast loaf جوه. عندي هنا الاو دبليو في نهاية الكلمة برضو صوت الاو الطويل هقول او. snow blow show slow grow low bow row. ده بيسهل لي ان انا لما اجي احفظ الكلمات هتبقى الدنيا عندي سهله. هبقى عارف مثلا هنا في اي سحريه، في هنا او، وهنا في حرف ساكن، هيسهل عليا حفظ الكلمات. هنا مثلا الاو والاي جايين ورا بعض، نعرف لما بيجوا ورا بعض بنطق او طويله، هيسهل لي الاملا وفي نفس الوقت القرايه. وهنا عارف برضه ان في او دبليو. تعالى بقى هنا دي جمل نقراها. الجمل دي دمجه بين كذا صوت، يعني فيها اصوات قصيره فيها اصوات طويله. قلنا دي اسمها ذا يعني ال، زي كده الالف واللام في اللغه العربيه. ذا cute little. قلنا دي بننطقها دي خفيفه little، واللي هيقول little صح برضو. اهي بقى الحاله بتاعه الاو الطويله ان انا يكون عندي او اي. goat war a worm. عندي هنا الاي اتنطقت او عشان جاي قبلها دبليو. هل دايما الموضوع ده؟ لا مش دايما. warm blue. هناخد الصوت ده قدام شوية. نيجي بقى للصوت اللي خدناه النهاردة وشرحناه. coat in the snow. I hope we can sail. ده صوت الاي الطويل خدناه قبل كده. our boat down the
long road. He told a funny. فاكر ده؟ الواي لما تيجي في الآخر والكلمة مقطعين كنا بنقول إن هي هتاخد صوت الإي الطويل، يعني الواي دي هتكون صوتها زي صوت الإي الطويل. funny صوت الأو الطويل. joke while لما يكون عندي W وجاي وراها H غالبا ال H مش هتتنطق. while eating a sweet yummy. هنا في صوت الإي الطويل إي وهنا برضو في صوت الإي الطويل أهي مقطعين يا مي والواي في الآخر فبقت صوت الإي الطويلة. yummy cone at home. مين الشطور يقول لي at دي صوت ايه؟ صوت الايه القصير. طب نقرأ الكلمات تاني وقول ورايا. اول حالة ان انا يكون عندي الاو والاي السحرية اللي هي الماجيك اي. home bone robe note cone zone joke. الحالة الثانية OA boat coat goat road soap toast loaf جوه. نيجي بقى للحالة الثالثة لما يكون عندي OW. snow blow show slow grow low bow row. اتفقنا ان كل ده مش هيتشرح في حصة واحدة، لا الحالة الاولانية دي ممكن تاخد معايا وقت طويل على حسب استيعاب الطفل، وهكذا الحالة التانية، وما تدخلش في حالة جديدة الا لما اكون اتقنت الحالة القديمة. واتفقنا مع بعض تأسيس يعني بلاش استعجال، ما تستعجليش. كلمة السر في التأسيس ان انت تتقني كل مرحلة. الاتقان لازم كل مرحلة تكون متقنة عشان نقدر ندخل في المرحلة اللي بعدها. كل ما يكون شغلك فيه اتقان كل ما النتيجة ان شاء الله هتكون ممتازة. كده نكون خلصنا شرح الاو الطويل. ما ننساش نعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.